السلام عليكم الدراري، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نتكلموا على واحد العملة دايرة واحد الضجة كبيرة بزاف، كيتكلموا عليها الناس القدام في الكريبتو ولا الناس اللي جداد في الكريبتو. واحد العملة واخدة واحد الضجة كبيرة بزاف. اليوم العملة ديالنا في هذه الحلقة هي عملة ال XRP. عملة XRP هي واحدة من أشهر العملات الرقمية في العالم، وكتجي من شركة الريبل. الهدف الرئيسي ديالها هو تسريع وتحسين تحويل الأموال عبر العالم. قبل كانت التحويلات البنكية الدولية كدوز بطريقة بطيئة وباهظة مثل سويفت، وكتقدر تاخد أيام وأيام. XRP جات باش تغير هذا النظام كامل. إذا اليوم غادي ندير واحد دردشة خفيفة ظريفة على ال XRP. كما كتشوفوا السعر الحالي ديال XRP هو 2 ديال الدولار. غادي نرجعوا بالزمن للوراء ونشوفوا الشارت او المسيره ديال الشارت ديال عمله XRP اشنو دارت من قبل وشنو هي القمم اللي كانت دارت. غادي نحاولوا نرجعوا الشارت الى الوراء. كما كتشوفوا كانت تقريبا طلعت من هذه القمه الى هذه، من هذا القاع الى هذه القمه، ووصلت الى سعر تقريبا 0.06. كان هذا هو اكبر قمه تاريخيه في هذا الوقت. ومن بعد دارت واحد التصحيح، ثم واحد الرانج تصحيح طويل المدى بعد 4 سنوات، ثم حققت لنا قمة تاريخية. هذه القمة التاريخية قد حققت في سنة 2018 تقريبا، في بداية سنة 2018، اللي هي 3 دولار و84 كأعلى قمة تاريخية للعملة إلى يومنا هذا في سنة 2025. ما قدرتش أن هذه العملة هذه تخترق هذه القمة التاريخية. من بعدها سيدي دارت واحد التصحيح اللي هو كبير بزاف، وقدرت أنها توصل لهذا السعر ديال 0.2 أصفار 25، ومن بعد طلعت الدولار 96، وكذلك ما قدرش تخترق القمة التاريخية. ومن بعد سيدي دارت واحد التصحيح اللي هو قوي. التصحيح كان تقريبا ماشي قوي كما السابق، وإنما وصلت إلى 0.29 عفوا. ومن بعدها طلعت إلى هذه القمة الجديدة اللي هي 3.65، ولكن ما تمش اختراق القمة التاريخية بسنتات قليلة. إذا ما قدرش انها تخترق القمه التاريخيه. ماشي غادي نقولوا انه بروجي ما مزيانش، انه مشروع ما مزيانش، ان الاكس ار بي عمله ضعيفه، لا، عمله قويه قويه. غادي نمشيو نديروا واحد دردشه خفيفه على العمله. كما كتشوفوا فالماركت كاب ما شاء الله يتجاوز ال 120 مليار كقيمه سوقيه، والسيركيلاسيون ديال العمله اللي هو 60.33 تقريبا 60 مليار، والماكس والسوبلاي اللي هو 100 مليار عمله تقريبا. لا زالت عندنا واحد 40 مليار عمله مازال ما دخلاتش للسوق. اذا هنالك بعض الناس، ندخلوا في الاصح والاصح، بعض الاشخاص يتعلقون في عمله الاكس ار بي، وكيقول لك العمله ديال الاكس ار بي راه تقدر توصل 1000 دولار. هل ممكن أن عملة الإكس آر بي توصل 1000 دولار؟ هل يعقل أن عملة الإكس آر بي في نظركم أنتم كمشاهدين هل يمكن أن تصل لهذا الرقم؟ إذا رجعنا نشوفوا القيمة السوقية ديال الماركت كاب كامل ديال سوق الكريبتو، سنرى أن الماركت كاب الحالي هو تقريبا 3 تريليون. يعني هذه القيمة السوقية ديال العملات بالكامل، يعني فيهم البيتكوين وايثيريوم، جميع العملات القيمة السوقية ديالهم 3 تريليون. إذا درنا واحد العملية حسابية خفيفة، نديروا واحد عمليه حسابيه خفيفه. هل ممكن الاكس ار بي هل ممكن اكس ار بي ان تصل الى 1 تريليون؟ اذا نديروا واحد العمليه حسابيه. كما كتشوفوا الدراري، درنا ان ماركت كاب ديال الاكس ار بي انه قدر يوصل 1 تريليون. كما كتشوفوا حنا عندنا تقريبا 1 تريليون، انها ممكن، هل ممكن ان تصل الى 1 تريليون كقيمة سوقية؟ مش مستحيل، مش مستبعد، ولكن ممكن مع بعض الصعوبات، لأن الماركت الكاب الحالي ديال العملة هو 120 مليار. إذا مثلا وصلت القيمة السوقية إلى 1 تريليون، غادي نقسموها على السيركيلاسيون ديال العملة اللي هو 60 مليار، غتعطينا السعر الحالي اللي تقدر توصل ليه اللي هو 16 الدولار. إذا وصلت إلى ماركت كاب ديال 1 تريليون،
غيكون السعر الحالي ديال عملة XRP هو 16 دولار. هذا رقم صعب، هذه ماركت كاب أو قيمة سوقية صعبة. لنفترض أنها مثلا احتمال الثاني، لأن بعض الأشخاص يقولون أن XRP قد تصل إلى 1000 دولار. مثلا احتمال أننا نقدر ندير أن ال XRP ستصل إلى 3 تريليون. 3 تريليون هذه أصدقاء هي القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو بصفة عامة. يعني القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو عامة كما كتشوفوا هي 3 تريليون مقسمة على 60 مليار في السيركيلاسيون، أعطتنا تقريبا سعر العملة سيصل إلى 50 دولار. هل منطقيا ممكن اكس ار بي تصل الى هذا الرقم كقيمه سوقيه ل 3 تريليون هو اجمالي القيمه السوقيه للكريبتو بصفه عامه؟ فانا اراها مستحيل، شبه مستحيل. ما اقولش لك مستحيل، إن عالم الكريبتو فيه كل شيء ممكن، فصعب ان تصل الى هذا الرقم. وفي نظركم شنو هو الراي ديالكم؟ ممكن ولا مش ممكن؟ بغينا نشوفوا الاراء ديالكم في التعاليق، لان ما غاديش نقول لك انه مشروع يستهان به. فالاكس ار بي من اكبر المشاريع حاليا في مجال الكريبتو. تقريبا خليوا لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير، وتحياتي اخوان.